السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا اليوم عن سفاح النساء في السعودية. 4 سنوات هو يقتل ويقتل النساء لمدة 4 سنوات، والشرطة مش عارفين عنه شيء ولا اكتشفته إلا بالصدفة، لأنه هذا السفاح ما كان يسيب أي دليل وراه. حاجة بسيطة كشفته. تبتدي الحكاية من عام 2007 عندما جاء بلاغ من أسرة أن الخدامة اختفت، وأن الأسرة مش لاقيين أي ملابس من ملابسها. طبعا الشرطة ما حطوش في بالهم أنها اختطفت. الشرطة تعتقد أن الخدامة هربت بدليل أنها شالت ثيابها كلها، بس كانوا يقومون بتسجيل البلاغ لإجراء روتيني فقط. طبعا الخدامة التي كشفت كل الحقيقة وعلى أساسها تم القبض على هذا السفاح كانت من آسيا، من أندونيسيا بالتحديد. بس الخدامة ما فيش أي خبر حتى تم القبض على هذا السفاح، واكتشفوا أنه قد خطف أكثر من مرأة وقتلها بطريقة لا أحد يستطيع أن يتعقبه فيها، ولكن القاتل يكشف ولو بعد حين. تحياتي للجميع، وأتمنى أن تشتركوا بقناتي، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا اليوم عن سفاح النساء في السعودية. 4 سنوات هو يقتل ويقتل النساء لمدة 4 سنوات، والشرطة مش عارفين عنه شيء ولا اكتشفته إلا بالصدفة، لأنه هذا السفاح ما كان يسيب أي دليل وراه. حاجة بسيطة كشفته. تبتدي الحكاية من عام 2007 عندما جاء بلاغ من أسرة أن الخدامة اختفت، وأن الأسرة مش لاقيين أي ملابس من ملابسها. طبعا الشرطة ما حطوش في بالهم أنها اختطفت. الشرطة تعتقد أن الخدامة هربت بدليل أنها شالت ثيابها كلها، بس كانوا يقومون بتسجيل البلاغ لإجراء روتيني فقط. طبعا الخدامة التي كشفت كل الحقيقة وعلى أساسها تم القبض على هذا السفاح كانت من آسيا.